في القناه بتاعتي اللي بتبقى عباره عن ملح وكمون وكزبره وشطه، بتضيفيهم على بعض، وبعدين تعمليها بقى ايه الدقه بتاعتك وتطحنيها في المطحنه كويس جدا. طبعا كل المكونات دي ناعمه. انا قلت لكم لو حابين تعرفوا ادخلوا على فيديو او على الفيديو بتاع التوابل اللي انا عاملاها على القناه عندي. وبعد كده بقى بعد ما رشيت رشه الدقه الجميله دي طبعا بتملحه، بنزل عليه بعصره ليمونه او نص ليمونه حسب الكميه اللي عندك بقى. عايزه اقولك عصره الليمونه دي بتودي السمك ده في حته تانية خالص خالص خالص، بيبقى طعمه ولا اروع من كده. اتمنى تجربوه على طريقتي يا حبايب قلبي. اتمنى تدعوا لي في الشهر الكريم دوت بدعواتكم الحلوه لان فعلا محتاجاها. ما تنسينيش في شير ولايك وسبسكرايب للقناه. اتمنى ما كنتش طولت عليكم وكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واترككم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.